السلام عليكم، شلونكم عيني؟ جاب اليوم فيديو جديد. اليوم الخميس 9 شهر 5. موضوعنا لهذا اليوم هو سقي النباتات بهاي الأيام، أيام بلش الحر ومنه وغاد، يعني بالصيف شلون نتعامل ويا زرعاتنا من ناحية السقي. ماشي، وإن شاء الله هم جولة بالحديقة راح أحكي لكم على بعض النباتات شلون دا أكثرها، شلون يعني يلا وياي. أول شيء خلينا نقول الثيل اللي هو مزروع بالحديقة ضروري هيك إذا تشوفون شلون دار الشيء، ضروري باليوم فد مرتين، إذا أنتم قاعدين مرتين ثلاثة، يعني اللي متفرغ بهالمستوى، يعني كل مكان فد دقيقة دقيقتين بحيث يرتوي ولا تخيس القاع تلاحظون. وإذا ما متفرغين فباليوم مرة يكون التركيز أكثر بالسقي حتى يظل الثيل لونه أخضر. هاي السنادين، هاي الزرعات، هاي الموسمية، طبعا أنا الصبح ناطيها مي باعش قد أدير، تخيلوا إذا تلاحظون يعني مقدار فد أكثر من قلاص أكثر باعوا. هاي يوميا طبعا أنا قلت لكم يوميا بهالمستوى إذا تلاحظون. والله أنا الصبح نعطيهن مي وداراويكم يعني ايش قد انطيهن مي، فلا تخافون. ما عليكم اللي يقول لكم كل 3 ايام من هالكلام هذا، الجو حار، خصوصا اللي يشتري له نبته جديده. انا دا احكي هسه على هاي الورود الموسميه، خصوصا هاي الشتويه، يعني الشتويه ما تتحمل حر، مو مثل الصيفيه. هي لو الشتويه لانه ما تتحمل حر فتعيش بالشتاء. شوفوا عيوني، انا الصبح ناطيهن، والله كلهن ذني ناطيهن، بس مجرد قلت لكم داراويكم اسقوا ولا تخافون، انطوا مي مثل ما يقول بغزاره. وهذا الثيل كذلك. هاي المجموعه مال الورود والنباتات. هاي البارحه خليت يعني شلون نقول فيضت هذا اللاين، خليته فد نص ساعه غرق تماما. اليوم رش باكر هم رش وعقبه اغرقه. وصلت الفكره ان شاء الله. هذا نبات العنكبوت، هم تقريبا كل 3 ايام اغرقها، تغرق هاي القاع، اغرقها ويومين ارشها، كل 3 ايام تغريق ويومين ارشها. المطاط كذلك، اذان الفيل كذلك. تلاحظون هذين كلهن انا طبعا زارعين بحديقتي وقال لكم كذا مره. شوف هذا المطاط، وما عليكم باللي يقول لكم ما يصير تسقون الظهر وترشون الظهر. هسه ساعه بالوحده تقريبا، هسه 1 الظهر. شوفوا هاي زرعاتي، طوني نبته محروقه لو متضرره من الرش الظهر. ما عليكم باللي يقول لكم غلط، أنا أخوكم ودا أنصحكم، هاي شغلة عملية قدامكم. هاي أنواع ظليات أنا زارعها. أذني هنا قفص صدري أمازون. طبعا هذا الأمازون مصيبة، شافط عجيبة مال مي، هذا ضروري نطيمه يوميا. هاي إذن الفيل كل 3-4 أيام أغرقها لهذا المكان. اليوغا كذلك، بس هذني بالسنادين شوية تختلف القضية. ذني كل 2-3، إذا بالسنادين كل 2-3 نعطيهن شيء بسيط، ويوميا نرشهن رشة خفيفة، كل 2-3 مقدار خلينا نقول فد قلاص، مو مثل الورود الموسمية اللي شفتوني دا غرقها تغرق. طبعا بالمناسبة قبل كم يوم رحت أحد المشاتل لقيته دا يسقي النبتات مالته الموسمية. قلنا ما تتخيلون شنو طريقة السقي. شايفين الهوز مال بنزين او مال الاطفائيه، والله يمكن كل نبته يدير لها لتر ماي اكثر. تغريق مو طبيعي. وما شاء الله زراعاتها كلها مرتويه ومرتاحه وخضره ومورده. فما عليكم يا اخوان يا اخوات من تشترون نبتات ورود موسميه، عرضوها للشمس
وهيك ايام يوميا سقي. هسه انا قلت لكم صار كم مره دا اعيدها، يوميا اسقي زرعاتي. اذا يوم واحد نسيتهن اجي القاهم كلهن دا يموتن، يعني ذبلانات واصلات للموت. ماشي. هسه خليني احكي لكم على نبات الفل. هذا الراسقي شلون دا اكثره بحديقتي والحمد لله. قبل ما احكي لكم شلون دا اكثر هاي النبته الحلوه، هاي النبته تشوفون اول ما تفتح لونها ابيض. سبحان الله عمر الورده يوم واحد، فلا يظل بالكم اذا ثاني يوم نضت الورده مالتها. ثاني يوم طبعا تتحول لهذا اللون. شوفوا هسه وقعت، بعدني مدى ما مكمل كلامي وقعت هي، تشوفوها. فتقدرون من اول يوم تشلعوها هاي البيضة، تجمعون هاي الورود، تجمعون تخلون مثلا معون مال شاي وبيه ماي، بدل اليوم الواحد راح تظل فد 3 ايام داخل البيت تعطيكم عطر. لا تشوفون عيوني يعني استاذني خلينا نقول هيك اشلعهن، طبعا ريحتهن تجنن والله. هسه ايدي ملت عطر يخبل. هذني خليهن بقلاص ماعون يا قلاص ماعون مال شاي، يعني ماعون شوي شطح، حتى لو ماعون غميج. المهم تجمعون شكو ورود تخلوها مثلا يم المغسله، يم المطبخ، يم بالهول بالصاله، وين تقعدون خلوه واستمتعوا بهاي العطور الروعه. طبعا كل ما نشلع احسن مما نخليها هي توقع. شوفوا هاي من توقع راح تظل يعني شلون تاخذ مونة النبته. انا طبعا هنا ما منتبه عليهن، المفروض اشلع. القصد تردون تشلعوها او تحتفظون بها بالنبته تخلوها، بس اول ما توقع اشلعوا هاي تشوفوها، شلعوها حتى نحفز النبته تزهر تعطينا تزهير جديد. تمام. خليها بالمطبخ وارجع لكم دقيقه. شوف عيني هاي خليتين بالماعون، طبعا ما هي اللي اقطع هوايه قطعت لي 4 5 خليتن. شوفوا هنا هذا كف الوزه خله بالماي، دائما اجذر منه. هذا نبات العنكبوت هم بالماي، زرعه مائيه كلش حلو. شوفوا هاي كلها زرعه مائيه. يلا خلينا نطلع نكمل. طبعا قبل ما نطلع ضروري تخلون مبرده بالمطبخ حتى تلطف الاجواء وتعطي شوي بروده للنباتات بالصيف. هسه نجي على اكثر هاي النبته. هاي التربه تشوفوها، هاي عباره عن زميج نهر ومخلوط مخلفات طيور. هاي على طاري المخلفات، هاي تشوفوها هاي قونية كلها تكرمون ضروق. هاي اخليها بزاويه بحديقتي كم شهر، اخليها واضيف فوقها شويه تراب، يعني تقريبا تراب بقدها، وارشها مي، وكل فتره اقلبها بالمسحه احرثها الى ان تتحلل وتصير تراب بهاللون. وهم اخففه ويا التراب، اخبط بعد يعني اخذ معده عينه ثمن خلينا نقول، والباقي زميج مال النهر. اصير هاي تربه مثاليه انا اشوفها. فهسه خل اراويكم. طبعا بدل هذا الغصن لقيت غصن بعد اكبر منه. شوفوا عيني هذا محترم، هذا يفيدني والله. شوف هذا كلش بيه متانه يعني هذا. هسه راح انزل هذا منه لان اني دا اصور اليوم ماكو واحد يساعدني هسه، فراح ازرع انزلها بالتراب وارجع اراويكم شلون سويته. شوف عيوني هذا هسه والله نزلته بالتراب حتى يديه بعد متربه. هذا هسه ايش راح اسوي؟ راح ابلش من اوقات سقي تقريبا يوميا، انطي مي وانتظر شهر او شهر ونص حتى تكون شغله مضمونه، افصله منها. من دخلته بالتراب افصل منه، حصل على نبته جديده. هاي طبعا ذني من فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذني رقدتهن قبل تقريبا شهرين، وصار شهر من فصلتهن، واليوم باعتهن ما شاء الله دا يزهرن. ما تتخيلون الراحه النفسيه. والله ذني رقدتهن
من هاي النبتة نفسها، وهي هاي اساسا انا هم مرقدها من غير مكان. شوفوا عيوني، نبتة سهلة واكثارها مضمون وراحة نفسية. طبعا انا زارع من هاي وزارع النوع السوري اللي يصير الوردة مالته دبل، بس هاي عطرها اقوى. شوفوا عيني، هاي زارعها بوسط الحديقة، هذا النوع السوري. يعني بعدها ما مزهرة عندي يمكن. المهم صاعدة ما شاء الله. شوفوا وين صاعدة وين رايحة. هاي هنا ها ما شاء الله، هاي تورد تشوفون. المهم هاي النبتة تحتاج كل 20 يوم ضروري نعطيها سماد الحديد او شيلات الحديد، هذا الطوزي اللي يبيعوه، يا ريت نوع اسباني. ملعقة الشاي على لتر ماي ونروي النبتة بيه كل 20 يوم. ويا ريت لو فد استكان خل تديروا لها هي والجاردينيا. طبعا ذن يحبن التربة تكون حامضية مو قاعدية، فالحديد والخال يخدم هاي النبتة ويحفزها قمنا نسحق، يحفزها على التزهير. تمام. بعد تردون هاي شوكة المسيح، قبل يومين اخذت عقلتين منها، خل اراويكم وين الاثر مال القاص مالتهن. المهم قصيت عقلتين وخليتهم بالماي، ما باقي اثر. هذني عقلتين، شوفوا شلون قعدات. هذني قبل يومين والله. اذن بعد 10 ايام ان شاء الله الى 20 يوم يجذرن ان شاء الله. وحتى لو بدون ما ننتظر يجذرن، بعد 10 ايام نزرعهم بالسنادين او بالتربه بالقاع، تمشي امورهن 100% ان شاء الله. ماشي عيوني. يلا ما اريد اطول عليكم الفيديو. يا رب ان شاء الله استفاديتوا واستمتعتوا بهاي المناظر الحلوه، واتمنى كل من يشوف هيك فيديوهات تعليميه شاركوا المنشور حتى يصعد وتعمل فائده. مو شاركوا الفيديو قرايبكم، الاصدقاء، الاهل، جوارين. ادز يا بتعلموا يا بهاي الامور البسيطه. طالب العزاوي دا يقول لنا عليها امور سهله. مو يلا عيوني، يا ربي ان شاء الله توفيق للجميع. واسال الله بجاه هذا اليوم ليله الجمعه ان شاء الله يا ربي ارزق كل محبي النباتات، ارزقهم حدائق واسعه حتى يزرعون كل ما لذ وطاب. يلا ابوي، تحياتي.